هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعذبنا بالشعور بالألم؟ في الحقيقة إن ده سؤال غريب جدا، وممكن يخطر في بال أي حد، وممكن شخص غير مؤمن يستخدمه ويقف بيه قدام شخص مؤمن ويقول له: مش أنت مسلم ومؤمن برضه؟ فيقول له: أكيد. يقول له: يعني مؤمن إن ربنا قادر على كل شيء وخلق الإنسان في أحسن صورة؟ فيقول له: طبعا. فيسأله ويقول له: أمال ليه ربنا ما خلقناش ما بنشعرش بالألم؟ مش ده كان هيبقى أحسن برضه من اللي إحنا بنحسه دلوقتي؟ وهنا أنت هتسكت ومش هتعرف ترد، ويقوم خبطك بعدها سؤالين تانيين: هل ده بسبب ان ربنا غير قادر على ده، ولا ان ربنا بيحب يعذبنا بالاحساس بالالم؟ فانا جاي بقى دلوقتي عشان اجاوب لك على السؤالين الاتنين، واقول لك ليه ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعمه الشعور بالالم. وفي الحقيقه في سؤال منهم انا هجاوب لك عليه بجزء عقائدي وجزء علمي، والسؤال الثاني هجاوبك عليه بشكل منطقي تماما. السؤال الأول بيقول: هل ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلقنا بأجسام ما بتشعرش بالألم؟ والإجابة قولا واحدا: أكيد ربنا سبحانه وتعالى يقدر يعمل ده. من الناحية الدينية والعقائدية فإحنا مؤمنين إيمان مطلق إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وبدون حدود معينة. أما من الناحية العلمية فإحنا جسمنا بالفعل في مناطق ما بتحسش بالألم. عندك مثلا أطراف الأظافر، تقدر إن أنت تقصها بكل سهولة وما بتحسش بأي ألم. عندنا الطبقة الخارجية من الجلد، ولو تفتكر زمان كنا بنجيب إبرة ونحاول إننا نعديها كده من الطبقة السطحية، ونفضل نتفاخر وقد إيه إحنا ما بنحسش بالألم. وده بكل بساطة لأن الطبقة الخارجية مش واصل لها أعصاب، وبالتالي ما فيهاش إحساس بالألم. بل إننا في الطب اكتشفنا إن في أعضاء داخلية في الجسم ما بتشعرش بالألم. عندك الكبد مثلا، الكبد كنسيج كبد نفسه ما بيحسش بالألم، ولكن بنحس بألم الكبد لما الضرر أو المشكلة اللي في الكبد بتنتشر وتطلع للغلاف اللي بيحاوطه من بره، وهنا نبدأ نحس الألم. فكون ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يخلقنا، وبالفعل خلق أجزاء مننا ما بتحسش بأي ألم.